النادي الأهلي يفاوض لاعب الريان القطري حازم شحاتة، حيث يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية، وهو ما يراه مسؤول النادي الأهلي مناسب لضم اللاعب دون حجز مكان له في صفوف الأجانب. انتهى صفقة انتقال يوسف أيمن للنادي الأهلي بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة سنة مع إمكانية البيع النهائي، ودفع النادي الأهلي مقابل الإعارة مبلغ 250 ألف دولار للنادي القطري. نادي الزمالك يستند على تأخر خطاب إيقاف القيد للحصول على الرخصة الإفريقية، حيث يقوم مسؤول الزمالك حاليا بالمفاوضات على اتجاهين: الأول مفاوضات مع محامي اللاعب المغربي خالد بوطيب للموافقة على جدولة مديونية اللاعب والتي تبلغ 2 مليون و400 ألف دولار، إلا أن اللاعب ومحاميه يتمسكان بالحصول على المبلغ بالكامل. أما الاتجاه الثاني فيتجه مسؤولي نادي الزمالك لتقديم التماس للجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي من أجل الموافقة على منح الزمالك الرخصة الإفريقية للمشاركة في بطولة الكونفدرالية، استنادا على أن خطاب إيقاف القيد بسبب غرامة بوطيب وصل إلى نادي الزمالك في 24 إبريل، وأن الأوضاع المالية للنادي كانت دون أزمات قبل حلول 31 مارس وهو آخر موعد في الموسم الحالي، وبعدها تكون أي عقوبة مرحلة للموسم المقبل. رئيس رابطة الأندية يخضع لضغوطات نادي بيراميدز ويقرر استكمال مباراة بيراميدز مع نادي سموحة وليس إعادة المباراة، ولا وجود لممثل النادي الأهلي في الرابطة بعد تراجع أحمد دياب عن قرار إعادة المباراة. أوضح أحد مسؤولي الزمالك بأن سامسون أكينولا لاعب نادي الزمالك يعود إلى القاهرة قريبا، حيث أرسل اللاعب تذكرة الطيران إلى النادي وتأخر وصوله كان بسبب عدم إصدار التأشيرة، وهو ما يدل على حسن نوايا اللاعب ورغبته في العودة. أدى اليوم كل من شيكابالا وسيف الجزيري وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وناصر منسي وسيف جعفر ومصطفى الزناري لاعبو نادي الزمالك المصابين تدريبات تأهيلية على هامش ميران اليوم الاثنين استعدادا لبدء العودة للمشاركة مع الفريق. أعلن نادي الزمالك رحيل مدافعه الفلسطيني ياسر حمد عن صفوف الفريق بعدما طلب اللاعب الرحيل لعدم مشاركته في المباريات. عرض رسمي وحيد وصل إلى النادي الأهلي من نادي الخلود السعودي لضم الدبابة المالية اليو ديانج. النادي الأهلي يستعجل مسؤولي اتحاد كرة القدم الإفريقي كاف لصرف مكافأة بطولة دوري الأبطال والتي توج بها الأهلي في أواخر شهر مايو الماضي، وتبلغ قيمة المكافأة 4 مليون دولار.